السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عنا وصفة مشوك باللوز، وصفة مقاديرها مضبوطين وتطيح لك ما يقارب 40 حبة. كما تشوفوا هنا المقادير راهم مكتوبين. عنا 125 جرام زبدة لازم تكون طرية، 60 جرام سكر، 60 جرام لوز، ملعقة صغيرة خميرة، زوز صفار بيض، رشة ملح ورشة فانيليا، والفارينة بيان سور باه نلمو العجينه. الوغ انا هنا عندي الزبده تاعي 125 غرام كما قلنا، عندنا 60 غرام سكر ناعم، سكر ارطب، لازم تغربلوه خاطر فيه الحبيبات هذوك باش ما يقعدوا لكمش. ورايحين نخدموا مليح الزبده مع السكر. هي مستحسن تستخدموا يعني باتور، اللي ما عندهاش الباتور تستعمل الفوي، اللي ما عندهاش الفوي تستخدم سباتول، اللي ما عندهاش سباتول تستخدم ملعقه، يعني حتى بيدك المهم تمزجي بيان الزبده والسكر تاعك حتى يولوا كالكريم. لهنا بعد ما مزجتهم مليح رايحين نضيفوا عليهم زوز صفار البيض كما قلنا، معاهم رشه ملح ورشه فاني. الملح كي تحطوه في الحلويات يزيد يعطيكم المطعم ابن، يعني هي رشه صغيره. نفس الشيء رايحه نمزج المكونات هذو مع بعضهم بالبيان كيما تشوفوا لهنا مزجناهم. دركا رايحين نبداو نحطوا في النواشف تاعنا. الفارينه ما نقدرش نقول لكم قداش باسكو كاين انواع فارينه، ودو بليس لازم العجينه ما تكونش يابسه، تكون طريه، ماشي طريه بزاف وماشي يابسه بزاف. دوك تشوفوا بعديك القوام. راح نغربل الفارينه ومعاها المغرفه الصغيره تاع الخميره. ما تكثروش الخميره، هنا المغرف تاعي شوي كبيره دونك عملت نص تاعها فقط، لكنها ملعقه صغيره يعني ملعقه قهوه. ما تكثروش الخميره باسكو راح يتفلقي لكم من بعد. لهنا اللوز تاعي انا محمص، اللوز تاعي ماشي مرحي بودره على الاخر، نو خليت فيه شوي هكا يعني طروفه باش كيما احنا نقولوا في العجينه تجي من الداخل باينه. تقدري تستعملي ايضا اللوز الابيض عادي. هي الفرق بين اللوز المحمص والابيض واحده عجينته تجيك سمراء، واحده عجينته تجيك بيضه يعني عاديه. راح نكمل نحط الفارينه بالطريقه هذه. ما تعجنوش العجينه، راهي يجيكم الكاطو تاعكم يابس، جست لموها فقط. لهنا راح نستعمل يدي ونلم العجينه تاعي. كما قلت لكم العجينه تجي طريه. اذا في فصل الشتاء عادي يعني خلوها عادي، اذا في فصل الصيف يعني حطوها شوي في الفريجيدير، باسكو نعرفوا انه الزبده راح تذوب مع السخانه، وزيد تعرفوا كشتوا العام هذا كيفاش السخانه يا لطيف، ربي يجيرنا. الوغ كيما تشوفوا فيا انا جوست لم باطرف الاصابع مانيش نعجن. الوغ نكمل انا نلم الفارينه تاعي ونرجع عفوا نلم العجينه تاعي ونرجع لكم. لهنا بعد ما كملت العجينه كما تشوفوا في طريه ماهيش يابسه، واش نسحق بياض البيض هذاك اللي قاعد لي من صفار البيض، نسحق اللوز كونكاسي، والميزان باش نوزن. هي تقريبا انا كما قلت لكم راح تجيكم 40 كعبه 43 كعبه. انا الحبات وزنتهم باش يجوني قد بعضهم ويجيني الحساب تاعي صحيح، ما بين 12 و 13 غرام الكل حبه. فوالا كيما تشوفوا راهي 13 غرام الحبه. جيست راح يعني نكورها نحطها في بياض البيض، ومن بعد نلفها في هذاك اللوز كونكاسي محمص شويه. راه هو اللوز تاعي واش راح نقول لهنا. تقدروا تعملوا اللوز ايفيلي، تقدروا تعملوا كيما احنا نقولوا تلفوها باللوز من بعد ترشقوها بكعبه لوز، ترشقوها لي فروي كونفي، لي سوريز كونفي. يعني هنا التزيين نتوما لكم الاختيار. انا جست لهنا للدار برك عملتها خليتها سامبل، لكن هي باللوز لي فيلي يعود ابيض هكا شوي محمر، وهذيك الكعبه تاع السوريز كونفي تجي ياسر هايله.
اذا كما شفتوا كيفاش الحبه راني لفيتها، نحطها في الكيسات يطيبوا في الكيسات. الفور لازم يكون مسخن ديجا على 160 درجه ل 170 درجه مده 20 دقيقه مع المراقبه. كي تشوفيه بدا يتشقق هكا وحمار هز اللون شوي، معناها سي بون، ما تزيديلوش. لهنا كيما تشوفوا المشوك تاعنا بعد ما طاب، هنا كي يتشقق لك المشوك تاعك معناها الريسيت راهي ناجحه كيما تشوفوا لهنا. وكيما قلت لكم ما تكتروش الخميره، خاطر الخميره راهي تفلقوا، ماشي يعني تزيد له الهشاشه ولا تعطيك حبه كبيره، لا يتفلق لك. هاوليكم طايب من الداخل. لهنا اللي يحب يعسلو يعسل وهو سخون، يكون المشوك تاعك سخون والعسل بارد، وحطي مغرف فوق كل كعبه. اللي ما يحبش يعسل كيما انا يخليه كيما هك وياكلو وسي راهو مليح. اذا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم، تجربوها وترجعوا لي. واذا اول مره تشوفوا قناتي نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى وصفه اخرى ان شاء الله.